السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير. اليوم غادي نشارك معكم بسيطلات صغيورين بعجينه سحريه اللي كيجيو مقرمشين وبحايله كتاكلوا في الورقه ديال البسطيله تماما، وربما احسن. واحد الحشوه اللي لذيذه بزاف. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا في العجانه 400 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس، ومعلقه صغيره ما عمرش يعني ممسوحه ديال الملحه، 100 غرام ديال الفينو، غادي نعجنهم بالماء. انا الماء يعني الماء فاتر، انا درت فيه شويه د الماء سخون، قطيره تقريبا بارد الا كان حيت الجو بارد، اما الا كان الحال سخون من الاحسن يكون الماء بارد. غادي نخدم العجانه، داك خليتها تقريبا شي 5 ديال الدقائق وهي كتدلك. هنا العجينه خاصها تكون مدلوكه مزيان، ماشي خفيفه بزاف وماشي قاصحه. المهم هانتوما شفتوها ما كتلصقش. غادي نغطيها نخليها ترتاح ونمشي نوجد الحشوه. بالنسبه للحشوه انا عندي هنا قرعه وجوج خيزويات وبصله، كل واحد يدير داكشي اللي متوفر عنده. غادي ناخذ الخضره اللي عندي وغادي نقطعها بحال هكا عشوائيه، وغادي نديرها في الهاشوار. ما غاديش نطحنها بزاف، غادي نخليها تبقى باينه. كتجيني هاد الطريقه سهله وعمليه، راكم عارفين رمضان كنقلبوا على السهله. وعندي هنا الطريفات ديال الصدر ديال الدجاج، اللي بغى يدير لادان يديرو حتى هما. غادي ندوزهم بحال شكل ديال الخضره، غنخليهم باينين ماشي غنطحنهم بحال الكفته. غندير فيها شويه ديال الزيت، ندير فيها البصله، غادي نزيد عليها الدجاج، ثومه بودره تقريبا معلقه ونصف، غادي ندير معلقه ديال القزبر، معلقه ديال السكنجبير، وغندير شويه ديال البزار. انا غادا نزيد مازال شويه ديال الهريسه، وغادا ندير معلقه ديال الكاري ديال الهنود ولا ديال باكستان، وهذا اللي ما عرفوش راه تيتواجد في جميع المحلات الباكستانيه. هذه هي القرعه ديالو. بالنسبه للتوابل راه كل واحد يدير داكشي اللي تيعجبو. ندير الملحه، نزيد عليها شويه باش يطيب الدجاج، غادي نزيد عليه خيزو، غادي نزيد حتى القرعه حتى هي، غادي نزيد عليه شويه ديال المعدنوس، صافي نخليه شويه تحيد منه ديك الماء اللي فيه، واخا ما فيش شي حاجه كثيره، صافي ونطفي عليه. في الحشوه خليتها كتبرد، غادي ندوز دابا العجينه. هانتوما العجينه شفتوا كي دايره، يعني هاد العجينه كل ما دلكات مزيان كل ما كتنجح معانا. غادي نحاول نقسمها لقطع، نحاولوا نقادوهم باش يجيونا زعما متساويين. اللي بانوا ليا كبار نحاول نقص منهم شويه. عندي هنا الزبده والزيت خلطتهم، غادي نغطس فيهم مزيان هذوك الكويرات وغادي نخليهم يرتاحوا. خرجوا ليا 16 حبه، يعني نص كيلو ديال الدقيق كيخرج لينا 16. صافي غادي نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد شويه. خبز اللي فيها الزيت ندهن بها سطح العمل ونبدا نسرح فيهم. هانتو العجينه ديالهم مرقوفه حيت خداو راحتهم، نحاول نسرحها مزيان. هاد الزلافه هذه اللي كان عندي فيها الزبده والزيت،
نحاول ندهنها من الداخل، يعني نحاول نسرحوها ونديروهم على شكل مسمنه. صافي بعد ما ورقتهم كاملين غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه ونرجع لهم. الحشوه خاصها تكون بارده مزيان. غادي نسرح مسمنه بحال هكا وغادي ندير فيها شويه ديال الحشوه مقياس، وغادي نجمع ليها هاد الجوانب ديالها هكا. نحاول نسدها، حاولوا تدوروهم بحال هكا بيديكم باش يعطيكم شكل دائري. غادي ناخذ هنا بيضه وغادي نديرها هي والبياض والصفر بجوجهم كنديرهم. غادي نزيد عليهم شويه الزبده غادي نديرهم غير بيديا. غادي ندهن البيض غير بيديا. علاش؟ باش نقادهم، ندهنهم وفي نفس الوقت نقادهم، لانني انا ما قرصتهم ما حتى شي حاجه. غير شويه ماشي بزاف. صافي بعد ما خرجتهم من الفران غادي ندير عليهم الفرماج. المهم بالنسبه للتزيين اختياري، كل واحد يدير داكشي اللي بغا وداكشي اللي عنده. ندير لهم شويه ديال الفرماج. غادي ندير واحد شويه ديال بيرسيمولو اولا الماكنوس. هانتوما كيجيو مقرمشين، كيجيو بحال الورقه ديال البسطيله، كيجيو زوينين بصراحه.